فاصل مش إعلامي. أهلا بيكم وفاصل جديد من فاصل مش إعلامي في أزهى عصور الحرية الفكرية والتعبير عن الرأي. تابعت شبكة CBC ردود الفعل الشعبية التي أعقبت عرض الحلقة الأخيرة من البرنامج تقديم الإعلامي دكتور باسم يوسف، والذي جاءت في معظمها رافضة لبعض ما جاء في هذه الحلقة. بعد الحلقة الأولى لباسم يوسف الدنيا اتقلبت. فور إذاعة الحلقة السابقة وبعد ردود الأفعال الشعبية الغاضبة، قرر مجلس إدارة شبكة قنوات CBC إيقاف إذاعة البرنامج. ايه العمل ده؟ ايه الجراد ده؟ وبما اني كنت قاعد مستني الحلقة زي كل المصريين، ده خلاني افكر ايه هو سبب وقف الحلقة. استخدام اي الفاظ او ايحاءات او مشاهد. إصرار منتج البرنامج على الاستمرار في عدم الالتزام بالسياسة التحريرية لقنوات CBC. وبما انهم قالوا ان وقف البرنامج سببه الايحاءات لانه ضد سياسة قناة CBC، تعالوا بقى اوريكم ايه هي سياسة القناة. سمعتي عني ولا تحب تشوف البطولة؟ ايه طبيعة العلاقة بينك وبين حمادة غزلان؟ ضابط اداب وقواد، ده المختصر المفيد. أنا حاسس إن ليلى بتخوني يا سيد. أنا كل يوم كنت عايزة ترمي في حضنك. زمن ما هبب اللي يخلي الضابط متهم والقواد متوسع عليه. أنت عمرك ما حسيت بيا. تحب أعمل كده مع مراتك؟ بكل جرأة كما عودنا محمد ياسين، ولأول مرة في تاريخ الدراما المصرية يحمل مسلسل شارة سن 18 ليكون أول مسلسل تلفزيوني مصري للكبار فقط. مشاهد قاسية وساخنة، معركة وخلاف بين رجل قواد وضابط في إدارة مباحث الآداب ضمن سياق درامي للأحداث. فاطمة الجزء الثاني من السبت إلى الأربعاء الساعة 7 مساء على قناة CBC. موبايلي ماله يا اخوي؟ ده انا حاطاه في صدري. فاصل شحن. احطه في صدري تاني علشان يرجع يشحن. حطيته. لم نفسك كده وانت واقفه تسرسري، هتغرقي البيت. افتحي الباب. والسمنه اتحرقت يما، واللحمه استوت وطالبه اكل. اتحشم يا واد. رمضان على CBC. طيب يمكن الفاظ باسم جرحت احساس مدام غادة عشان هي بتموت في الحياة. انا مرة ملياش زي والبضاعة انت عارفها معينها كويس. النجم إلهام شاهين زميلتك طالبت ببراءة لآل مبارك، انت بشو بتطالبي؟ يا رب يا رب تظهر ان شاء الله، اتمنى تظهر براءتهم. محسن محمود سعيد خالد في المصري اليوم قالوا ان الفنانه غادة عبد الرازق هي الاخرى بصدد رفع دعوى قضائيه لوقف البرنامج بسبب تجاوزاته ضد رموز الجيش المصري، فضلا عن استخدام بعض الالفاظ الخديشه للحياء العام. فضلا عن الايحاءات الجنسيه غير المبرره. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعيه، والاكتر انا وانت وهي، انا وانت وهي وهي. خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك. حاجه بديعه. او يمكن CBC اللي ضد الايحاءات، اللي بتعرض لمدام غادة شغلها اللي ما فيهوش اي ايحاءات، زعلت على زعل مدام غادة. حكاية حياة فقط وحصريا على CBC في رمضان. حياة؟ يا اخويا حياة، هو كل واحد ماشي في راجل حياة. حياة نبيل المهدي. طيب ممكن تهدي شويه وتقولي لي في ايه؟ في محشي اغرف لك. ده غير طبعا الكلام والاشاعات اللي اتقالت على باسم بعد وقف الحلقة التانية. عايز اقول معلومة جات لي دلوقتي ان باسم يوسف هرب على الامارات النهارده. طب اشمعنى باسم كان حلو ايام مبارك وكان جميل ايام مرسي؟ هو اي نعم مرسي برضه ظبطه. قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعوى وقف بث البرنامج الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف وسحب تراخيص وإغلاق قناة CBC. بس القضاء المصري برا. رفضت اليوم دائرة الاستثمار بالقضايا الإدارية الدعوى المقامة من محمود حسين أبو العينين محامي جماعة الإخوان المسلمين، والتي طلب فيها بوقف بث برنامج الإعلامي باسم يوسف. بس السؤال الأهم من كل الأسئلة دي،
ليه باسم لو مع رأيك وسياستك يبقى إعلامي شاطر وجميل، ولو ضد سياستك يبقى خاين وعميل؟ لو عاوز تعرف إجابة السؤال ده وليه البرنامج اتوقف، شوف فاصل النهارده. فاصل مش إعلامي. يلا هنسجل إعلام ساكسونيا الفاصل الأول. 3 2 1 أكشن. الشركة المصرية للتطبيل الإعلامي الحصري تقدم إعلام ساكسونيا. هتفتح قناة جديدة ومش عارف إزاي تعمل إعلام بيطبل للنظام؟ بسيطة، ما تقلقش، الحل عندنا. إعلام ساكسونيا، نمتلك خبراء للتعريض الفوري. إعلام ساكسونيا، معانا وبس هيكون عندك أكبر منبر إعلامي للتطبيل. إعلام ساكسونيا، إعلام ولا في الأحلام. سكوت، هنسجل إعلام ساكسونيا الفاصل الثاني. 3 2 1 أكشن. إنك تصنع إعلام بيطبل للنظام الموضوع بسيط خالص. اصدر تعليمات، ابعتها للقنوات، وما تنساش تبعت نسخة للجرايد والمجلات. عارف المواصفات العالمية للإعلام؟ ارميها في الزبالة. لازم نعمل أوسخ منها 90%. عرض، طبل، شوه، خون. ما ظبطتش؟ ما تقلقش، هات كام إعلامي بيحب الكذب وبيحامي، علمهم إزاي الإعلام بيعرض للنظام. اتكلم بس في السياسة وسيب الناس محتاسة. محدش عمل حاجة، كلنا بنتكلم في السياسة، فنانين والرياضيين والمثقفين والسياسيين والحكومة، محدش بيشتغل. اوعى تتكلم عن الانابيب والمرور، خليك متفائل على طول، انسى كل اللي فات، ما تجيبش سيرة الزحمة والمواصلات، ما تجيبش سيرة التعليم اللي باظ ولا انك في الحياة محتاس، اعمل مش شايف العنوسة والبطالة، ولما حد يسألك قول له كل الشباب شغالة. شباب سعيدة جدا 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 جدا، كله شغال، كله شغال يا باشا، وبيصرف وبيلبس وبرفانات، والحياة زبادي في الخلاط. اعمل تيست، قيس الضغط، زود الضغط شويه كمان، ما ظبطتش عيد من الاول، هات عكاشه، هات لميس، ولو اخوان هات خميس، خليهم يتكلموا، اللي مع النظام نجمه، واللي ضد النظام خونه. باسم بيقول الحقيقه شوهه كدبه، قول عليه عميل. اعمل تيست، قيس الضغط، زود الضغط شويه كمان، لسه بيقول الحقيقه مش مهم، عيد من الاول، امنع فوده، امنع ريم، امنع اي وطني صميم. نرجع لباسم، زود التشويه، شكك فيه، قول عليه اراجوز. هذا الاراجوز لو حكمت قول عليه ملبوس. يعني باسم يوسف ده كان فيه اب وام قالوا له انه في حاجه اسمها اديان في العالم، برضه الناس بتحبه، ما يهمكش، قول عليه ضد سياسه المحطه، بيحب الايحاءات والالفاظ المنحطه. في محشي اغرف لك؟ لو مع سياستك قول عليه جميل، لو عكسها قول عليه عميل. اعمل تيست تيست تيست، وقف البرنامج، خد يومين اجازه، بس كده. يلا هنسجل اعلام ساكسونيا الفاصل الثالث والاساسي. 3 2 1 اكشن. لما المصريين ابهروا العالم ودمروا دماغ الشعب باول قنوات عملوها، وصل صراعهم على السلطه لانهم قسموا الاعلام نصين. قسمتها نصين، النص الاولاني قسمته لنصين، النص الاولاني بقى بتاع النص الاولاني مش بتاع النص الثاني، قسمته لنصين. وكان في فرق واضح في التوجه والصناعه ما بين الاثنين. الاعلام اللي على اليمين اتمرمغ في الاشاعات وبقى كل دوره يطبل ويتكلم في التفاهات. اسمك ايه؟ تفاهه. ايه؟ تفاهه. ايه؟ تفاهه. والاعلام اللي على الشمال اتمرمغ في الانبساط، وده اعتماده الاول على اللحم والاعلانات، ورسالته واضحه جدا وملوش في الايحاءات. ولما بقيت تحب تشوف التلفزيون بقى عندك كتير من الاختيارات، يا تجيب اللي على اليمين وتتفشخ كذب واشاعات، يا تجيب اللي على الشمال وتشوف الدلع والانبهارات. وفي الحالتين انت لازمك شويه ادوات اللي على اليمين معروفه، هتحدد انت مع مين ضد مين عشان كل وجهه نظر وليها معرضين. انما اللي على الشمال ادواته اخر جمال. اول حاجه هتنيم ام العيال عشان عيب تشوف اللي شغال، واول ما تنام اخربها بقى، سيجارتين ملفوفين، ازازتين بيره مشبرين، شويه خيار صابحين، ولو انت بتاع بنات هتولع الدنيا انبساط، عشان مش هتلاقي مقاس واحد يا معلم، هتلاقي كل المقاسات، اشي غزل وشي قمر وشي دلع وشي صافيناز. جامده برضه صافيناز دي، ها؟ وبقى ملخص التلفزيون اللي على الشمال بيرقص واللي على اليمين بيطبل، ومع انهم اتجمعوا في تلفزيون واحد لسه مقتنعين انهم مختلفين، مع ان الاتنين بيشتغلوا البني ادمين.
فاصل مش إعلامي. وبعد ما رجعنا من فاصل النهارده يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم فاصل النهارده ما تنسوش لايك للفيديو وشير لكل الناس وسبسكرايب للشانل، وتابعوني دايما في برنامجكم وبرنامجي فاصل مش إعلامي. فاصل مش إعلامي.